السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. كل سنة وانتم طيبين، رمضان كريم عليكم. هعمل معاكم النهارده طريقة تكسير البلح بطريقة سهلة عشان توسخ معاكي الدنيا، وهيبقى سريع جدا وهتنضف الدنيا بسرعة. بوريكم البلح دلوقتي شكله عامل ازاي. نستنى السنة للسنة عشان ناكل البلح ده. وده بعد ما كسرته. الطريقة دي حلوة اوي، بتخلي البلح كده نصين وما بيوسخش الدنيا معاكي. اول حاجة معايا الهون ده، هون خشب، اي نوع هون عندك بس الخشب احسن، ما بيبقاش محمل قوي. ومعايا شوالين، وده البلح بتاعي. لو ما عندكيش الشوالات دي ممكن تجيبيها من اي مكان، بس يلا بقولكوا هنا بقى مش هنكسر هنا من فوق، لا، بنفتح الشوال وبنحط البلح كده جوه. بس انا عشان بصور بايد واحده فمش مالكه قوي، واحط كده جنب بعضه واروح دقاه كده. لو اي حاجه طارت، اي حاجه وقعت منه، مش هتبقى على اي حاجه، تبقى جوه الشوال على طول. زي بقول لكم كده بصور بايد واحده فمش مالكه قوي، فانت هتبقي ماسكه البلح كده بايد وتدقي عليه بايد تانية، هتفتحي كده الشكاره، هتلاقي البلح نصين معاكي. هتاخدي البلح وتسيبي النوى، وتروحي جايبه قافله الشكاره تاني وتروحي عاملاها لورا كده شويه، هتلاقي النوى اتجمع معاكي في الاخر، اخر الكيس. يعني مش هتشيلي بقى وتحطي وكده يعني. كده بنقل البلح للشكاره التانية. طبعا عشان لو كميه كبيره ولا حاجه فدي احسن طريقه. كده النوى اهو جوه، والفتحه اللي قدامي كده فاضيه، احط فيها بلح تاني واكمل معاكم نفس الطريقه دي. كده لو معاكي 20 كيلو هتخلصيهم في وقت قليل، ومن غير كركبه ومن غير حاجات كتير، يعني اكياس وكده. لو كيس هيتقطع منك، الاحسن الشكاره. البلح هتتقطع معايا نصين واروح نقلها في الشكاره التانية. بس كده